وفين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير. اليوم جينا بقصة أخرى عاوتاني. صراحة القصة شوية في الشكل، بقى لدابا ضراني في راسي وانا كنقراها. مهم ما علينا، ما نطولش عليكم، يلا نتلف. سميتي ماتياس، انا ماشي ممثل. ممثلين كيحتاجوا الجمهور، ولكن انا كنحتاج العكس، خاصني نكون مجهول الهوية. وسميت خدمتي الا بغينا نقولوها بشي طريقة رسمية هو اخصائي لوجستيات ساكنة، ولكن في الحقيقة انا بديل تاع جثة. هاد الخدمة كاينه لواحد السبب، حيت الجثة تاع واحد الشخص ملياردير كتساوي اكثر من صراحة ما عرفتش مناش، ما لقيتش حاجة غالية، ولكن المهم كتساوي اكثر من حياتي وحياتك وحياتنا حنا كاملين. المهم كيكونوا محاولات لاستخراج الحمض النووي، وكاين شي اعداء كيحاولوا يديروا شي حوايج للجثه باش ينتقموا، والصحافه اللي تقدر تخلص بالملايين باش غير تصور الوجه تاع الجثه. داكشي علاش العائله كتجمد اولا كتحرق الجثه الحقيقيه من بعد دقائق قليله من الموت ديالها. وكنطلع انا التابوت على ود الجنازه، وخدمتي كتخلصني مزيان صراحه، مقابل نتكا بلا ما نتحرك، والناس الغراب يبكيو ويغوتوا حدا راسي، وبعض المرات كيشافروا حتى الصدايف تاع اللبسه. في الكتاب ديال القواعد اللي كيعطيوني عاده كتكون 5 صفحات، ولكن بالنسبه للعائله تاع دوفال كان الكتاب فيه 50 صفحه. وهي صراحه من هنا كتبان لك راه كاينه شي حاجه مشيه هذيك، ولكن صراحه الفلوس اللي كدوي دابا ماشي العقل. كنت في القبو البارد ديال داك القصر وانا عريان وكنت رعد، وكان معايا المشرف التقني راجل سميتو ريس، كيحط ليا طبقه من السيليكون البارد على صدري وكيدوي معايا في نفس الوقت، ولكن ما قادرش يشوف لي في عيني. عندك ماتياس، عائله دوفال تقليديين ما كيتقبلوش الفشل، الخلاص مضروب في 3 على خلاصك العادي، ولكن القواعد خاصها تنفذ. واش حفظتي القسم الرابع؟ قلت لي حفظت. قال لي يلا عاودهم في دماغك دابا باش ما تنساهمش. القاعدة 1: التحكم الحراري. الجثة ما كتولدش الحرارة، عندي حمام ديال الثلج لمدة 40 دقيقة قبل الجنازة باش الدرجة ديال الحرارة ديالي تهبط ل 28 درجة مئوية، حيت إلا قاس شي حد إيدك ولا وجهك خاصو ما يحسش بالدفء تاع الناس الحيين. وتحت أي ظرف ممنوع التعرق، إلا حسيتي بقطرة تاع العرق كتكون على جبهتك ورك على البوطونة اللي كاينة في إيدك باش النظام تاع تبريد التابوت يخدم. وأنا كنقول في القاعدة في راسي ريس دق لي واحد البرة، كانت فحال المخدر. وهنا كنتفكر القاعدة الثانية: الحزن كيولد واحد ردود الفعل ماشي طبيعية عند الضياف، يقدروا يغوتوا في ودنيك ولا يدفلوا عليك ولا يلعبوا لك بشعرك. والغريزة البشرية هي رد الفعل، يعني نقدر نرمش ولا يتبدل المعدل ديال التنفس ديالي، هادشي ممنوع. كيعطيوني واحد الدواء سميتو مهم هاد السمية، كيشلل العضلات تاع الوجه، ما كتقدرش ترمش، واخا تحط بان على عينك ما غاديش ترمش وما غاديش تقدر تسرط. اذا تجمع ليك الطفيل فمك خاصك تخليه يسيل من الزاويه ديال فمك اذا اضطريتي، حيت جثه عندها شويه تاع اللعاب في الجناب تاع فمها مقبول، ولكن جثه كتسرط ممنوع. حسيت بوجهي ثقيل عليا، حاولت نضحك وما قديتش. ريس قال لي مزيان كتبان هو هذاك، غتحط في تابوت من طراز ساركوفاغاز 5، عنده قاع مزدوج للتهوية، ولكن راه التهوية اللي فيه في الحد الأدنى ديالها. تفكر القاعدة رقم 3: عاوني ريس باش نلبس البدلة ديالي، صوف إيطالي ثقيل وسخون في واحد البيئة اللي خاصني نحافظ فيها على لحمي بارد فحال الثلج. القاعدة 3: بروتوكول تنفس غير مرئي. خاصك إلا بغيتي تنفس خاص صدرك ما يتهش، خاصك تمدد معدتك لتحت مورك على الأحشاء ماشي القفص الصدري، وعندها واحد الإيقاع بالضبط، خاصها تكون 4 المرات في الدقيقة. وإلا تبكى عليك شي حد وهو كيبكي خاصك تحبس النفس، والرقم القياسي المطلوب هو 3 دقائق. وإلا سخفتي بسبب النقص تاع الأكسجين راه مزيان، ولكن باش تنوض وانت كتلهت راه كيفسخ العقل. تحطيت في التابوت وتحنا عندي ريس قال لي، والقاعده المهمه اللي ما خصكش تنساها هي القاعده رقم 4: راجعها في راسك دابا، راه عائلة دوفال عندها تاريخ في المضاربات الخيبه على الورث. القاعده 4: الإثبات. يقدر يشك شي واحد من الافراد تاع العائله في الموت، وكيحاول شي حد يدير ليا شي الم جسدي باش يشوف ردة الفعل ديالي. يقدر يقرصك بالجد، يلوي ليك صبعك ولا يدقك بشي فنيته. انا كنكون لابس طبقه ثانيه فحال الجلد فوق ايدي ووجهي باش تمنع النزيف، ولكن ما كتمنعش الالم. الا تجرحتي
كيرتفع معدل ديال دقات القلب، وانا خاصني نخدم تقنيه الفصل الذهني. يعني فاش كنت واعد كنوهم راسي بلي انا ماشي هنا، انا غير خشبه، انا ما كنحش. والا غوتي بسبب ديك الضربه او حيدتي يديك، البوليس تاع العائله ما غيوقفوش معاك، ولكن غيقضيو عليك. قدرت نهمس واخا فمي نص مخدر وقلت موجود، كلشي هو هداك. درت هادشي بزاف المرات. قال لي ريس بلي راه الكنازه فيها 6 سوايع وغتبدا دابا. سد عليا الغطاء تاع التابوت غير النص ومشيت للكنازه. الساعه الاولى كانت مكالميه، البكا ما كيتسمعش، الموسيقى ديال الكمان، وانا حافظت على التنفس ديالي في 4 ديال الدورات، والحراره هي هذيك. حتى وصل ولدو الكبير روجيريو دوفال. شميت ريحه الكارو الويسكي رخيص قبل ما نسمع صوته. تحنى عندي وحط يديه على عنقي وورك بالجهد. حسيت بعنقي كيطرطق والهواء ما بقاش كيدخل. بقيت بلا حركه حيت داك المخدر كيمنعني، حتى من عيني ما رمشات. بقى مورك عليا لمدة 10 ثواني، ولكن أنا حسيت بها بحال شي سوايع طوال. بغى يتأكد بلي راه باه مات أو بغى يكمل المهمة إلا كان باقي حي. وأخيرا خلاني ومشى هو كينقر. تنفست بشوية، كنت واعد وحلقي كيضرني، ولكن بعدا نجحت. من ورا ساعتين جات واحد البنت باقا صغيرة، تكون في العشرينات هكاك، وقيله الحفيدة. كانت كتبكي بواحد الحرقة وحطات راسها على صدري. بين السيد كان كيتمنى كون ما كانش جوتها في ديك اللحظة. كان خاصني نحبس النفس، ولكن راسها ثقيل خلى المهمة صعيبة، وريحتها الحلوة أكثر من القياس خلتني نحس بالتقية. الدقيقة الأولى بدات الرية كتضرني، الدقيقة الثانية بدات الرؤية كتكحال، الدقيقة الثالثة صافي هذا هو الحد ديالي. كنت شوية وغنشهق، كنت غادي ندخل الهواء بصوت عالي، صافي غنخسر كلشي. في ديك اللحظة بالضبط جا شي حد وجرها وقال ليها اجي نمشيو، خلي جدك يرتاح. تسنيتها بعدات غير 2 خطوات وتنفست بشوية، وكان راسي كيدور. صافي جداتني الدوخة، ولكن هيهات باقي ما ساليناش، المكفز باقي عاد جاي. القاعدة الخامسة ما كانتش في الكتاب، ولكن قالها لي ريس بفمه، واللي هي رفض الطعام. العائلة عندها واحد التقاليد قديمة، وهي كيحطوا عملة ذهبية في فمك، وبما انك انت راك متكي راه ردة الفعل ديال الجسم ديالك هو يسردها، ولكن ما خاصكش ديرها. العملة كترجع للقرن 18 وهي كتسوى اكثر من حياتك. الا سردتيها غنضطروا باش نحلوا معدتك ونرجعوها. ويلا هاي عائلة مليارديرية وطامعة في عملة ما نعرفش شحال كتساوي. ديما الواحد كيبقى طامع في كتر. والله تنمشي نقلب شو شحال دايره هاد العملة بعدا. 2000 years later. ايوا سيدي قالك العملة الذهبية كتوصل حتى ل 10,000 دولار، يعني 10 مليون. والعملات التاريخية النادرة بحال مثلا أول دولار أمريكي في عام 1794 كيصيفطوا نسخ منه بواحد المبالغ وصلت حتى ل 10 مليون دولار. شيخ صافي. صافي فهمنا علاش قالوا ليه بلي راهم غلا من حياتك. قربت مني الأرملة دنيا كونستانسيا، واحد شارفة في التسعينات على كرسي متحرك. حلت لي فمي بصبعها، ولكن المرأة ما حطاتش عملة، حطات ورقة. الورقة صغيرة ومطوية وفيها واحد المرورة مجهدة. بدا الدفاع اللي ما كنتش كنقدر نصورته كيدوب في الورقة، واستبننت مواد كيميائية مجهدة. شنو هاد الشيء؟ واش مخدرات ولا نوع من المهلوسات الطقسية؟ ما فهمتش. ما خاصنيش نصرد، ولكن كانت كدوب بالزربه. حاولت نسد حلقي، ولكن المخدرات اللي خديت خلات العضلات ديالي ما عندهمش قيمه، وما بقى حتى شي رد فعل باش يعتقني. صافي الورقات صوتات. ضحكات دنيا وتحنات عندي وقالت لي انا عارفه باللي انت ماشي ارثر. هو كانت عنده واحد السيكاتريس ورا ودنيه، ولكن انت ما عندكش. بقات كتقيس ليا في شعري وكتقول ولكن ما كيهمش، العقد كيقول باللي حنا محتاجين جثه على ود المحرقه، وآرثر راه هرب مع العشيقة ديالو الجزر كايمان. قلبي وقف. الميت ما كانش ميت، الميت حي، وانا ما كنتش البديل، كنت البديل الدائم. قاطعات التفكير ديالي بهدرتها. استمتع بآتا يا ولدي، راه كيرخي العضلات وغيوقف قلبك في مدة 20 دقيقة. غيأكد طبيب الوفاة ديك الساعة، وغادي نحرقوك قبل ما يمشي المفعول. لا ميمكنش، خاصني نخرج من هنا. حاولت نوقف، ولكن ايدي ورجلي ما كيتجاوبوش معايا. كنت حاس بكل شيء، كنشوف الضواو وكنسمع البكا ديال الضياف، ولكن ما قدرتش نتحرك مليمتر واحد. شفت في القنت ديال البيت غير بعيني كان ريس جالس تما وكيشوف فيا شويه وهو يهبط راسه. كان عارف، والوكاله حتى هي كانت عارفه. الخلصه المضوبله ما كانتش ليا، ولكن كانت تامين حياه غيتعطى لعائلتي. قلبي بدا كيحبس والهواء بدا كيتقاضى.
قرب جهتي الطبيب، حط السماعة على صدري وسمع قلبي وهو كيفشل وكيحاول. شاف الأرملة وقال ليها صافي تأكدنا دابا باللي مات، قدري تسدي التابوت. بغيت نغوز، أنا راه حي، هذا راه قتل. ولكن القاعدة الثانية خدمات مزيان، وجهي كان فحال القناع ديال السلام وما خرجتش من عيني حتى شي دمعة. جا واحد الموظف خدام تما وسد عليا الغطا، ولا الظلام. سمعت شي حد قال خذوه للفران ويكون في أقصى درجة، راه العائلة مزروبة. حسيت بالتابوت تهز، قلبي ضرب لآخر مرة، ولكن عقلي بقى خدام حيت هو آخر حاجة كتوقف. حسيت بالتابوت تحط على الحزام اللي كيديو به للفران، حسيت بالحرارة، بدا الخشب كيتشقق، وآخر حاجة فكرت فيها هي الكتاب ديال القواعد. كانت صفحة في الآخر ما قريتهاش حيت كانت ملصقة، غالبا كان مكتوب فيها هادشي. دابا عاد فهمت، ما كانش داكشي بروتوكول تاع السلامة، كان بروتوكول تاع التخلص. وانا تبعت كاع القواعد وكنت موظف تاع الشهر المثالي. لا ما يمكنش بقى فيا صراحه، واخا عارفه غير قصه. المهم كنتمنى تكون القصه عجباتكم واستمتعتوا وتلفتوا شويه الوقت. نتلاقاو في فيديو اخر وقصه اخرى ان شاء الله. تشاو. Glielo abbino.